بيجي في دماغنا كلنا هو ليه الاثرياء ما بيدفعوش ثمن اللي بيجنوه من الثراء ويدفعوا ضرائب اكتر عشان تروح للفقراء؟ هو اكيد في سر في الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إسلام أسامة وأنت بتتفرج على قناة فهمني. فكرة القناة إن أنا أقرأ كتاب وأفهمه بحيث إن أنا أوصل لك تجربة أشخاص وصلوا لمكانة معينة وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق. لو حابب تستفاد اشترك في القناة. هنفهم في الحلقة دي يا صديقي هو ليه الأثرياء ما بيدفعوش ضرايب كتير واللي بيتحمل الجزء الأكبر هم الفقراء، وإزاي الأغنياء قدروا يقلبوا المعادلة. السر الأكبر للثراء يا صديقي. يلا كوب قهوة وصلنا على النبي وندخل في الموضوع. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. عمرك سمعت عن قصة روبن هود؟ لو ما سمعتش تعالى ونقولها لك بسرعة. ده كانوا بيقولوا عليه بطل في العصور الوسطى، وكان شايف ان الاثرياء محتلين ولازم ناخد منهم وندي للفقراء، فكان بيسرق من الاغنياء ويدي للفقراء. والفكرة دي تنتها موجودة لحد وقتنا ده. والموضوع ده بياخدنا لنقطة مهمة، هو ليه الاثرياء ما بيدفعوش ضرائب كتيرة واللي بيتحمل الجزء الاكبر هم الفقراء والطبقة الوسطى؟ والاجابة ببساطة يا صديقي هو الفرق ما بين التفكيرين. يا راجل، الاثرياء بيقدروا يستغلوا كل القوانين والمكاسب لمصالحهم، وبالتالي يقدر يقلل الضرائب اللي عليه. اما الفقراء والطبقه الوسطى فما بيهتموش بالكلام دوت. في مثال على ارض الواقع بالكلام اللي بقوله لك، يعني مثلا بيقول لك روبرت في قانون في امريكا بيديك الحق ان لو عندك عقار وبدلته بعقار تاني اغلى منه ما بتدفعش ضريبه. اما بقى لو بعت العقار واستلمت فلوسه نقدي فانت كده بتواجه مشكله انك انت لازم تدفع ضريبه. فاللي بيستغل الفرصه ديت هم الاثرياء بس. مثلا عنده عقار عاوز يبيعه ويشتري واحد تاني اغلى، فبدل ما يبيعه ويقبض فلوسه نقدي فبيبدله بالعقار الاغلى ده وبيدفع الفرق، وبالتالي مش هيدفع ضريبه بل هيكسب من اتجاهين. الاول ان هو ما دفعش ضريبه، والتاني انه هيأجر العقار ده ويدخل دخل منه. اما تفكير الطبقه الوسطى فما بيهموش الكلام ده، يبيع ويسدد الضريبه والباقي يسدد بيه الالتزامات والديون اللي عليه. فالاغنياء دايما بيحاولوا يفهموا القوانين ويستغلوا المزايا الضريبيه اللي موجوده، وده اللي قال لنا عليه روبرت تفصيلا في كتاب دليل الاستثمار، واللي هنخصص له باذن الله بعدين سلسله منفصله. الاب الغني يتعلم دروس القوانين عشان يستفاد بالاعفاءات والمزايا الضريبيه. وده ياخدنا لسؤال مهم جدا، ازاي الفقراء والطبقه المتوسطه بيدفعوا ضرائب اكتر من الاغنياء؟ سؤال حلو. افترض انك موظف بتشتغل طول الشهر وتيجي اخر الشهر ينزل لك مرتب، قبل ما المرتب ده بتشوفه بيتخصم منه الضرائب. يعني الحكومه بتاخد حقها وتديك انت الباقي، فهتلاقي الفلوس اللي انت بتكسبها اول حاجه بتدفع منها الضريبه، وبعدين تسدد مصاريفك والتزاماتك، ولو حوشت يبقى خير وبركه. والله يا صديقي انا اعرف ناس شغالين في اماكن كويسه جدا ومرتباتهم عاليه جدا بس مفخخه بالقروض والالتزامات، ولما بيجي يشتري حاجه بيفكر 100 مره قبل ما يشتري الحاجه دي، بكام وهصرف كام ومحتاج اجيب قرض قد ايه، كيلو على قد امكانياته، ومش هيقدر يوصل للثراء. ممكن يكون معاه فلوس بس عمره ما هيوصل للثراء. اما الاثرياء يا صديقي فالفلوس اللي بيكسبوها اول حاجه بيدفعها هي المصاريف والالتزامات وبعدين يسدد الضريبه. تخيل في فرق شاسع ما بين الاثنين، واحد لازم يشتغل عشان ينزل له مرتب يدفع منه الضرايب ويسدد بعد كده مصاريفه والتزاماته، والتاني مش مهم يشتغل وهيكسب مال من غير ما يشتغل. لا يعملون من اجل المال يا صديقي، وده شرحته في فيديو سابق ممكن ترجع له. الفلوس اللي بيكسبها يدفع منها مصاريفه والتزاماته الاول وبعدين يسدد الضريبه. وده ينقلنا لنقطه مهمه، وانا المفروض مهمتي ايه؟ مهمتك يا صديقي انك لازم تبدا وتخطط وتنفذ من دلوقتي. شوف الموضوع اللي انت بتحبه وشاطر فيه وحاول تدرس كويس وتتوكل على ربنا وتدخل. انا مثلا لما جيت ادخل مجال اليوتيوب حاولت اتعلم فيه كل حاجه قبل ما اخد خطوه وما زلت بتعلم. فتعلمت ازاي انشئ قناه واعمل محتوى واسوق له، وازاي احاول اطلعها بالجوده المتواضعه طبعا اللي انت شايفها دلوقتي، بس قدرت الحمد لله ابدا. وصدقني ابدأ دلوقتي واستغل الوقت اللي انت بتضيعه قدام السوشيال ميديا، وهتلاقي ان في حاجات كتيرة اتغيرت في حياتك. ومن هنا انتهت حلقتنا، ومستنيك في الحلقة اللي جاية واللي هتعرف فيها ازاي الاثرياء بيقدروا يبتكروا طرق جديدة للحصول على المال، واللي بإذن الله هتبقى حلقة دسمة جدا وهتستفاد منها كتير. فما تنساش بقى تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.